يا مساء الورد والهنا عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. لو انتي لسه محتاره تعملي اكل ايه، فتعالي النهارده جبتلك اكله حلوه خالص واكيد اكيد هتعجبك. ايه اللي خلاني متاكده انها اكيد هتعجبك؟ لان الباميه يا بنات ما بيختلفش عليها حد. فبصي بقى، انا بصراحه زي ما قلت لك الفيديو اللي فات ان اللحمه اللي جبتها ما كانتش عاجباني، فروحت طبعا جبت من الجزار اللي انا متعوده بجيب منه. بصي ادهاني ايه، هو انا كنت جايباها قبلها بيوم وحطيتها في التلاجة. قلت ايه بقى عشان اعملها تاني يوم للولاد، يعني انا رحت بالليل لقيته فاتح فجبتها منه. بصي بيدهاني قطعة واحدة، انا بحب اللحمة يا بنات لما تجيبيها قطعة واحدة، جربي كده هتلاقي فيها بركة. وغير كده بصراحة قطعية الجزور ما بتعجبنيش. بس يا بنات انا طبعا جبتها قطعتها بالقطعية اللي انا عايزاها او اللي انا حباها، زي ما انت شايفة كده. بصي هي اللحمة غالية شوية اليومين دول، بس ربنا يا رب يعيننا ويوسعها على الجميع. يعني برضو ايه، ما تحرميش ولادك، بدل ما بتجيبي مثلا 2 كيلو هاتي كيلو، بدل ما بتجيبي كيلو هاتي نص، لو كل واحد اخد قطعة المهم ان انت ما تحرمهمش. بس يا بنات عايزة بقى اقولك ايه، ان اللحمة دي بصراحة هي يمكن خدت وقت شوية شوية. يعني انا في حلة الضغط بتاخد ساعة، دي اخدت ساعة وربع. مش عارفة ليه، ايه السبب مش عارفة، مع ان هي اللي انا بجيبها. بس يا بنات هنا بقى انا حطيتها في حلة الضغط ورحت حاطة عليها ورق لوري واسمها ايه وكبيبة صيني والملح بقى والمرقة. انتوا عارفين ان انا برضو حتى لو هي لحمة بحب احط لها مرقة، مش عارفة ليه سبحان الله. وكان كده عندي شوية سكر كنت حطاهم في طبق صغير، انا مش فاكرة كنت هعمل بيهم ايه او كنت حطاهم في الطبق ده ليه مش فاكرة. فرحت قلت لهم لا تعالوا بقى هحطكم في الشوربة. حطي في الشوربه بتاعتك كده شويه سكر، هتسرع معاكي اللحمه. حتى لو انت حاطه ملح صدقيني، انا لازم احط ملح لان انا حله ضغط يا بنات. لو انت في حله عاديه ما تحطيش الملح ده خالص غير في اخر، يعني لما تبتدي اللحمه تدخل على سوا. لكن انا عشان الحله دي ما ينفعش تتفتح فبحط كله مع بعضه. بصي بقى هنا جبت الحله التانية دي، الحله دي يا بنات قديمه جدا يعني معايا من بدري، بس بصراحه مش قادره استغنى عنها لان تيفال زهران وجميله وحلوه خالص. فلا مش قادره يا بنات استغنى عنها بصراحه. بس فبحب قوي اعمل فيها الاكل، بصراحه بتطلع الاكل حلو جدا واستحاله يشيط منك، حتى لو هي طبقه التيفال اتشالت من عليها استحاله الالومنيوم بتاعها يشيط الاكل، الالومنيوم بتاعها تقيل وحلوه. بصي بقى انا الاكل كله النهارده طبخته بالزبده. ليه بقى بالزبده؟ انا هقولك بقى. ماشي خدي بقى مني الكلام دون، لاني انا الزيت خلص والسمنه خلصت، عندي سمن بلدي فمش عايزه اطبخ بسمن بلدي عشان ما يبقاش اكل تقيل قوي. حلو الكلام لحد كده؟ تمام. فانا قلت ايه بقى، انا هتحدى نفسي ان انا مش هجيب زيت ولا سمن لحد ما الشهر يخلص، واجيب حاجة الشهر الجديد بالمرة، وهمشي بيتي باللي موجود فيه. تمام. وانت كمان اعملي كده، مشي بيتك باللي موجود فيه. وطلع الاكل بالزبدة يا بنات، يا لهوي على الجمال. بصي انا عايزه اقولك صدقيني، وكلمه صدقيني خديها مني ثقه، اني بصي عايزه اقولك الباميه دي طلعت حاجه ولا الرز. يا سيدي على الجمال، انا بعد كده قررت ان انا هطبخ بزبده. بصي بقى، عملت الطماطم قطع زي المره اللي فاتت زي يوم الفاصوليا. ليه بقى؟ لاني عجبتني قوي الصلصه، فعملتها كمان في الباميه. اي طبيخ بعد كده طالما عندك هاند بلندر ما تضربوش في الخلاط، ما تضربيش الطماطم في الخلاط، حطيها سليمه تتسبك سليمه او نصين او 4/4 زي ما تحبي، وبعد كده اضربيها بالهاند بلندر. هتلاقي الطماطم بتاعتك بقت بيور وخفيفه كده في اكلها، والبصل اتضرب مع الطماطم ما بقاش ليه اي اثر في الاكل. فلا بجد جميله قوي، عجبتني قوي الطريقه دي، وانا من زمان بعملها، بس كنت بصراحه بعملها في اللوبيا وفي الفاصوليا. قلت بقى هجربها في الباميه، طلعت ايه ده، لا يا بنات لا لا لا، حاجه بجد جميله. يلا بقى اضربي خلصي انتي لسه. بس خلاص.
طبعا يا بنات البوتاجاز زي ما انت شايفه كده احنا لازم يعني كل ما نخلص اكله لازم نغسل البوتاجاز بعد الاكله. انا ما بغسلش البوتاجاز قبل الاكله. تمام. انا البوتاجاز ده كنت حضرت عليه فطار، وقليت بطاطس بقى، والدنيا كانت زحمه كده في الفطار. فعلشان كده ايه، كان عايز يتغسل، فقلت ابدا بعد الغدا لان كده كده هيتوسخ تاني، واحنا الصحه الحمد لله. الحمد لله. بس اهو برضو زبدة، طلعت برضو حتة زبدة كده. الزبدة دي فيرن يا بنات، جايباها ب140 جنيه. النيوزيلندي بقت ب500 جنيه. محدش طبعا هيجيبها اليومين دول خالص. انا عندي تجيبي كيلو بلدي ب240 احسن ما تجيبي النيوزيلندي ب500. لا حرام، البلدي احلى. تمام كده. حطيت بقى الشعريه. بصي لما تطبخي بالزبده ما تخليش الزبده بتاعتك تسيح وهي جامده، انزلي بالحاجه اللي انت هتعمليها، عشان الزبده طالما ما معهاش شويه زيت او سمنه بتتحرق. بصي بقى، بالنسبه للبنات اللي لسه متجوزين او البنات اللي بتتفرج عليا وبتسمعني وهي لسه مش متجوزه، عايزه اقولك ان الرز بتاعك اول ما بتحطيه على الشعريه افضلي قلبي فيه شويه. ليه بقى؟ الرز بيفلفل معاكي، وتيجي بعد ما يستوي هيبقى معاكي واحدة بواحدة، هيبقى مفرفر كده وجميل، استحالة يعجن منك، واستحالة كمان تجراله اي حاجة اللي هي مثلا يدقدق، يبقى حتة مستوية حتة مش مستوية، او واحدة مستوية واحدة لأ. لا يا بنات. المهم حطيت المرقة ونزلت عليه بمية بتغلي، ودي برضو تاني سر من اسرار نجاح الرز معاكي، المية اللي بتغلي وتفلفلي الرز كويس. حلو كده الكلام. وديت الرز على نار صغيرة وجبت عين تانية. هعمل ايه؟ هعمل شوربة لسان عصفور بالزبدة. يلا، مش قلتلك مشي بيتك بالموجود فيه؟ انا كنت قادرة ابعت ابني يجيب لي ازازة زيت، يعني السوبر ماركت تحت البيت، بس لا، انا بتحدى نفسي يا بنات. بصي بقى، هنا دول كانوا شويه لسان عصفور كده عندي، فخدت منهم شويه على قد الطبخه. انتوا عارفين ان ولادي الاكل بيبات مش بيتاكل، فحرام بدل ما نعمل حاجه وتترمي. لا، انا احيانا بضحك عليهم والاكل اللي بيتبقى باكله لهم، بس لا يا بنات، انا مش عايزه برضو ايه ان هم ياكلوا حاجه غصب عنهم. بصي بقى، انا هنا حطيت اللحمه طلعتها من الشوربه ورحت حطاها في الصلصه. مش عارفه المقطع ده راح مني فين، معلش بقى سامحوني عليه. انتوا طبعا عارفين وشاطرين ومش محتاجين ان انا اوريكم وانا بطلع اللحمه بحطها في الصلصه. جبت كده كام فص توم يا بنات، ورحت نازله على الباميه. الباميه بتعشق التوم. انا هنا يا بنات ما كنتش حطيت الباميه. تمام كده. انا هنا بس سايبه اللحمه تستوي. هحط شويه شوربه عشان اللحمه تستوي صح. بصي هنا حطيت شويه شوربه، لقيت فيها واحده من الكوبيبه وقعت مني على البوتاجاز. ماشي هتتغسل. بصي اهي اللحمه جواها، هسيبها بقى تستوي خالص لان هما بيحبوها دايبه. معلش يا بنات لو انا بتكلم كتير في الفيديوهات، بس انا بحب اعرفكم كل حاجه، او بمعنى اصح انا بحب اتكلم معاكم. الباميه. الباميه تطلعيها من الفريزر بتلجها، اوعي تسيبيها تفك منك هتجلد. بتاعه بسمه دي انا بحبها. انا ما لحقتش اخزن باميه بصراحه. بسمة دي جميلة جدا، ومن أنظف أنواع البامية أو الملوخية المتفرزة لو هتجيبيها جاهزة. بتلجها كده وتنزلي على طول في الصلصة، لو سبتيها تفك هتجلد ومش هتبقى حلوة، صدقيني للأمانة. هنا بقى يا بنات كان الغدا بتاعي خلص. دي طبعا الحمرة دي هريسة الشطة اللي في الموسم بتاعها لا يمكن تخلى من بيتي، لا يمكن لا يمكن، وجنب اي اكل لازم تكون موجودة. والرز ولسان العصفور وهي البامية الجميلة اللي صلصتها بجد تحفة. يلا اشوفك على خير في فيديو جديد. مع السلامة.